فني لا يشرفني في ظل المجازر التي تشهدها سوريا. هذا ما قاله الفنان اللبناني فضل شاكر في مقابلة خاصة مع صباح العربية، تحدث خلالها عن الضجة الأخيرة التي سببها ظهوره في تظاهرة للتيار السلفي دعما للشعب السوري. شاكر عبر عن نيته اعتزال الفن ولكن في الوقت الذي يحدده، وقال شاكر إنه سيقدم ريع كافة حفلاته للثورة السورية. الزميلة غنوة يتيم اللي عم بتتابعنا حاليا أكيد التقت بفضل شاكر وعادت لنا بالمقابلة التالية. السلام عليكم. امين امين امين. هاي الانشوده بنهديها لاهلنا واخواتنا بحمص وبحما وبدرعا، الله يحميهم يا رب وينصرهم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. ردة فعل قاسية أتت من الإعلام بسبب مشاركتك بتظاهرة السلفيين، هل توقعت هذا الهجوم وشو ردك على الانتقادات؟ هول التلفزيونات مأجورين، تلفزيونات تابعة للنظام الطاغي، للنظام المجرم. يعني ما بعرف، ما عندي شيء كلام هيك رد عليهم فيه. بنشوف من خلال يعني مثلا لما بيطلع أي من الطرف الثاني اللي تابع للنظام بيكونوا عم بكرموه وبيعاملوه بطريقة حلوة، وبس يطلع أي إنسان ثاني معارض للنظام يا اما بيقطعوا له المقابله، يا اما بيصيروا يشهروا فيه، يا بيصيروا يحكوا عليه كلام كاذب. كل فنانين لبنان طلعت غنت لبشار الاسد. اشمعنى لما فضل شاكر طلع قال انشوده نحن نزلتنا كانت سلميه مع الاسلاميين اللي بيشرفوني، وهذا شرف لإلي اني شارك معهم. كانت تظاهرة سلمية. الفنانين الباقيين هن حرين برأيهم، وانا جاوبت عبر وسائل اعلامية انه الله يحشرهم مع بشار الاسد. كان في تظاهرة ضد النظام شارك فيها مثلا الفنان مارسيل خليل؟ ما سمعت فيها، ما حدا دعاني وما سمعت فيها حقيقة. يعني بتشارك بتظاهرات؟ اكيد اي تظاهرة ضد النظام الظالم انا حاضر شارك فيها. ابعد عني ليه؟ طب ما انا قدامك بسأل قلبك ايه احلامك. فني ومسيرتي الفنية ما بتشرفني قدام اللي عم نشوفه من مجازر وقدام اللي عم نشوفه من هتك للأعراض. هل يا بشار الأسد بتقبل إنه حدا هيك يعمل بعرضك وبأمك وبأختك؟ نحن اللي عم نشوفه من قطع روس لأطفال وسلخ جلود وهتك للأعراض، هيدا الشيء اللي خلينا نتحرك وخلينا نحكي. هل ستعتزل الفن أم لن تعتزل؟ إن شاء الله حأعتزل، وهذا الشيء أنا بقرر إن شاء الله. إنه أنا ما عادش بدي أحكي عن فني، ما بيشرفني فني بقى قدام هالحال اللي عم نشوفها. يعني فني ما عادش أتشرف فيه. بحلم بعينيك وغرامك وبدوب فيها هواك وكلامك، وأنا ليلاني عليا كل على قلبي. تحدثت عن دعم ستقدمه لسوريا وللثوار في سوريا، كيف ستقدم هذا الدعم وهو كناية عن ماذا؟ احنا عم نقدم دعم إنساني للنازحين، ويعني عيب الواحد يحكي بهالأمور، هيدا الشيء لله عم نعمله نحن وما بنستحي فيه. وإن شاء الله في خطوات تالية بإذن الله، الله هيك يقدرنا أنه نوقف حدهم ونساعدهم بكل الوسائل. هل ممكن تعمل مثلا حفل يروح ريعه للنازحين ولا خلص؟ عملت الحمد لله، دائما كل الحفلات اللي عم بعملها عم بروح ريعه للنازحين. يعني لهلا بعد مؤخرا عملنا مهرجان الكويت بهلا فبراير، تحيه للشعب الكويتي البطل، لانه كان ريع مهرجان هلا فبراير كان رايح للنازحين السوريين.
ينصركم ويعزكم ويقويكم بإذن الله. النصر آتي من عند رب العالمين بإذن الله، مش بصواريخه ولا بدباباته. خليكم صامدين بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله حتنتصروا بإذن الله، حتنتصروا، لأنه في ملائكة عم تحارب معكم. كونوا أكيدين في ملائكة عم تحارب معكم من عند رب العالمين. موطني 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 ذا الإباء موطني. أولا أنا بتشرف أني أكون فلسطيني، هيدا شرف كبير لإلي. ربيت أنا بالمخيم مع الفلسطينيين، مرتي فلسطينية، كنت عايش بتعمير عين الحلوة، كنت غني على سطوح مخيم عين الحلوة. بس أنا لبناني أبا عن جد، وشرف كبير. يا ريت الرئيس أبو مازن يعطيني الجنسية الفلسطينية كمان، هيدا شرف كبير لإلي. للهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدوام.